أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم نشرة الأخبار من سوا أكاديمي، وإلى العناوين. غرب خان يونس في منطقة المواصي. مئات القتلى والجرحى بغارات استهدفت المواصي في خان يونس. إسرائيل تتحدث عن استهداف محمد الضيف، ومصادر ترجح مقتله وحماس لا تؤكد. رداً على أردوغان، دمشق تشترط أسساً واضحة لبدء التطبيع مع أنقرة، في مقدمتها انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. مصادر سوا أكاديمي تتحدث عن مقتل القيادي العسكري في حماس رافع سلامة والسياسي أسامة نوفل جراء غارة المواصي. تلك كانت العناوين، وإلى التفاصيل. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لوصول 2 من سفنها الحربية إلى ميناء تشانغيانغ في جنوب الصين لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع البحرية الصينية. بحسب الوزارة، سيقوم البحارة الصينيون والروس بإجراء تدريبات إنقاذ بحرية ومضادة للطائرات معاً. أكد الكريملين أن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافاً لروسيا. وأشار الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إلى أن روسيا تمتلك قدرات كافية للرد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا. كما كشف بيسكوف أن بلاده حددت النقاط الأوروبية كأهداف محتملة لصواريخها، معتبراً أن الولايات المتحدة تورط أوروبا التي باتت الآن في مرمى الصواريخ. شكراً لاستماعكم. كانت معكم ريم محمد، وإلى اللقاء.